لو بتحبي ابنك هتبقى عايزاه طول الوقت مبسوط ومرتاح. لو بتحبي ابنك زي ما هو صغير كده، لما حد بيضايقه فانت بتبقي بتجري علشان تشوفي هو مضايقه ليه، ولما بيتصالحوا بيرجعوا حلوين واحسن من الاول تبصي تلاقيهم رجعوا يلعبوا مع بعض تاني برغم ان هما كانوا لسه بيتخانقوا مع بعض. اتعاملي مع ابنك كده، ان هو لما يتجوز ويحصل مشكلة بينه وبين زوجته سيبيهم وهم هيحلوا مشاكلهم مع بعض، ولما يرجع لها بلاش تحسسيه ان هو مش راجل، لان هو طبيعي ان هو هيزعل منها وهيتصالحوا وهيتراضوا. وافتكري ان انت كمان كنت كده، كنت زوجة وكنت بتزعلي من زوجك وكان بيجي يصالحك وكنت بتتشرطي عليه وكنت عايزة يبقى ليكي بيت حر فيه كل خصوصياتك. بلاش تيجي دلوقتي وتغيري القوانين دي. بلاش تحكمي على ابنك ان هو لازم مراته تعيش معاكي او لازم تخدمك كل يوم. بلاش الشروط اللي احنا بقينا بنشوفها الغريبة اللي بتخرب البيوت دي. انت مش هتبقي مبسوطة وابنك هو قاعد طول الوقت حزين او بيته ضاع او زوجته خدت اولاده او هو خد اولاده وكده كده متشردين يعني. سيبيهم بعيد عنك. كل ما هيبعدوا، كانت جدة زوجي ربنا يرحمها يا رب العالمين كانت تقول لنا لما كانت تشوفني انا وزوجي تقول لنا ابعد حبة تزيد محبة، بس انا مش عايزاكم تبعدوا عشان انتوا غاليين. فابعد حبة دي معناها ان انت طول ما بعيد شوية فانت الناس هتحبك. هو ده اللي انا فهمته وبعدين من المقولة ولا المثال بتاعها ده، ان هو الانسان البعيد شويه ده الناس بتحبه وانت يعني هتحاولي تبعدي بقدر الامكان على اي مشاكل بتحصل. لو شفتيهم بيتخانقوا انت اللي هتجري عشان تراضيهم وتصالحيهم. فبلاش عشان خاطر ابنك ان انت تدوري على اي مشكله وخلاص. انت بتحبي ابنك يعني هتبقي عايزاه طول الوقت مبسوط. بتحبي ابنك يعني مش هتبقي عايزاه متضايق ولا حزين ولا عنده مشاكل. بلاش انت تدوري له على المشاكل وتجيبيها. حماتي رحمة الله عليها يا رب العالمين، انا كنت بتمنى ان هي تعيش معايا العمر كله، خليكي الذكرى حلوة يفتكروكي بيها. انا حماتي لما توفت جات لي جلطة، قعدت اكتر من 3 شهور على ما اتعالجت منها. طبعا لو انا بحكي لاي حد القصة دي عمره ما هيصدق غير الناس اللي قريبين مني واللي عارفيني وعارفينها، لان هي كانت ست ربنا يرحمها ويرجع لها يا رب من اهل الفردوس الاعلى. عيشتني احلى عيشه في عمري كله، مش اكل ولا شرب ولا لبس ولا الكلام ده.